راك تحس روحك تبذل في مجهود مي ما تلقاش خدمه. مالوغوزمون بزاف يعني من الباحثين عن عمل تلقاه يعني راهو يحاول يجري يقول لك راني ندير السي في، راني نحاول درت بوسيبل تاعي، عندي لي ديبلوم، عندي تكوينات، مي مالوغوزمون ديما نفس النتيجه اني عييت نلقى خدمه. وهذا لوبستاكل بزاف اللي يطيحوا فيه انه يقول لك انا راني حاس روحي كابابل نقدرش يعني نديباسي هذا لو بروميي با اللي هو وين، لانه يلقى اول يعني خدمه ليه سواء وظيفه ولا عمل ولا مهنه اللي توالمه هو شخصيا. مثال سي في عام ما يركزش على وظيفه معينه. بزاف يعني من الطلبه اللي يتخرجوا حديثا من الجامعه يبعث يدير سي في اوازار، ما يدير فيه هذاك المسمى الوظيفي. المسمى الوظيفي هو اللي يجي الفوق، يخدموا به بزاف خاصه شكون لما انت تحب تبعث لو سي في تاعك لمؤسسات خارج الجزائر، يخدموا بلو سي في اتي اس يكون فيه الجوب تايتل هذا اللي هو المسمى الوظيفي. دونك هنا بزاف من الطلبه اللي ما عندهمش اون ايدي اصلا، يقول لك انا مانيش عارف ندير سي في وفرات ونحطوا هذاك هو. هي لازم تكون عندك اون ايدي اسمها الوظيفه، كل وظيفه مطلوبه عندها لو سي في لازم يمشي في السياق نتاعها. بار اكزومبل سيبوزون انت كونطابل محاسب، حدير وظيفه تاع محاسب، شت لو سي في تاعك بالورك اكسبيرينس بالاديوكيشن بالسكيلز تاعك المهارات تاعك هذو كامله يروحوا يصبوا في مسار هذيك الوظيفه. سما مثلا المهارات تاعك ماذا بيك يعني تذكر المهارات اللي رايحين تساعدهم يعني باش يختاروك لهذيك الوظيفه. على سبيل المثال تختار يعني نقولوا احنا نهضروا على لي لوجيسيال يندرجوا ضمن المهارات التقنيه، فوالا بلي راك تعرف تخدم باللوجيسيال الفلاني. منا كاين البعض يقول كيفاش نقدر نعرف انا جديد ما عنديش اون ايدي اصلا على لي لوجيسيال نقدر نخدم بهم. سيدي نقولوا مثلا اذا ما عندكش فكره تقدر تروح بمساعده الاي اي تقول له فوالا اعطيني لي لوجيسيال اللي نخدموا بهم، اللي انا كمحاسب كي نتخرج وندخل نخدم بهم في المؤسسات الجزائريه، يمدوك مباشره لي لوجيسيال اللي كاين. واش دير انت؟ تروح اذا عندك المهاره ديك وتعرف تخدم هذاك اللوجيسيال هاي ربنا ما بالك. اذا ما تعرفش هنا مباشره تروح تتعلم كيفاش تخدم بهم. الاعتماد فقط على الشهادات بلا يعني ما يستعين بال كيفاش يسوق المهارات نتاعو، ولا تلقى لا بليبار ديما يقول لك اني عندي ديبلوم الفلاني وكيفاش ومن وانا تخرجت وتعبت. ديو في بالكم انه حاليا انا في زمن ماناش في زمن دبلومات. ممكن سابقا قبل سنوات كان الدبلوم عنده قيمته ايتو، مي حاليا نوعا ما الامر تغير، عاد الناس تركز بوكو بليس على المهارات. تسمع واحد يشوف نعطيك كمثال، يشوف ان تكنيسيان يكون متمكن ونقولوا ان تكنيسيان انفورماتيك متمكن، ممكن يجيبوه حتى في بلاصه انجينيور ولا كيشوفوا انه مش متمكن. لانه هنا عاد يركزوا على المهارات. دوك نهضروا على سوسيتي بريفي خاصك يعني هذه مؤسسات اقتصاديه ولا راهي ماذا بها تنتج منتج وتدخل به دراهم. ممكن هذو الناس يحبوا يركزوا عباد عندهم مهارات باش تكونوا يعني في الصوره. دونك لي كومبيتونس راهم مهمين جدا. المهارات كيفاش تقدر تكتسبهم؟ عادي جدا، هي كاينه مهارات اللي تكتسبها وانت في اطار الجامعه، في المهارات التواصل، في التفاوض، في يعني تكون عندك دي حوايج في البحث، انك كيفاش تبحث كيفاش تركز. هذو كامل المهارات يعني تساعدك. ونهضروا على المهارات التقنيه يعني هادو بلوتو الهارد سكيلز، هادو يعني ايضا مهمين. اسم رايحين لازم تكون عندك يدي كيفاش تتعامل مع اللوجيسيال اللي يخدموا بهم في المؤسسات، وايضا اللي تقدر تخدم بهم اوطونك عند روحك ولا سا ديبون. لانه دركا يختلف، كاين دي لوجيسيال يخدموا بهم في المؤسسات وكاين ناس تخدم دي لوجيسيال اللي يساعدوهم افضل وافضل على المستوى يعني الشخصي. كاين فريلانسرز ولا ناس يعني تخدم عند روحها في عمل خاص. دونك هنا لازم تكون عندك يدي على المهارات اللي تساعدك باش تقدر تروح بعيد في المجال تاعك، سواء كمقدم خدمات وتقدر يعني تجيب عملاء وتبان اكثر. عدم تحضير المقابله بشكل صحيح، يعني كاين بزاف ناس ما تعطيش المقابله قيمتها، ما نلومهمش لانه بحكم كاين بعض المؤسسات يعني ماشي يجوا لها بعضها ممكن ما ياخذوش بعين الاعتبار الجانب هذا تاع انه المقابله راهي تعتبر يعني كما نقولوا مرحله حساسه في اختيار المترشح المناسب. لا علينا، ما احنا على الاقل تكون عندنا فكره كيفاش نكونوا يعني مستعدين لهذه المقابله. كاين البعض اصلا ما عندوش فكره على الاسئله، يقول لك يروح ما عندوش اي دي واش هما لي كيسيون اللي قادرين يطيحوا، كيفاش يقدر يريبوندي عليهم. كاين بعض اللي عنده
بروبليم في الكوتي انه يتعامل كيشوف عباد جدد يخلع يتوتر ما يعرفش يرد يتبرتوربا. هذو الجوانب هذه كامله. من ناحيه الهندام ممكن ما عندوش يدير كيفاش اصلا يقدر الهندام تاعو كيفاش راح يكون، لانه هنا شو الجانب هذا ممكن على بساطته الا انه راهو مهم جدا. حتى فكره انك تروح تشوف هذيك المؤسسه اذا تليق اصلا كما نقولوا بشخصك، لانه كاينه مؤسسات صراحه انت كي تشوف كيف المعاملات تاعهم كيفاش يعني ممكن لجنه المقابله ما جاوش بكري، الهضره تاع لي زاجون مكان هنا تحس بلي فريمون انت يعني تشوف راك تستاهل مؤسسه افضل من هذه المؤسسه، لانه حتى المؤسسات راهي تختبر. انت لما تروح المقابله ما تروحش لانسان مخلوع منا، روح لك اساس راك انسان واثق من نفسك وراح تشوف المؤسسه هذه. حتى كاينه واحد لا كيسيون كي بوزيوها ديما، كاين مؤسسات يبوزيوها يقول لك اسكو يعني عندك دي كيسيون تفضل، ما تروحش تقول له ما عنديش، ثاني عندك دي كيسيون سقسيهم قول لهم فوالا كيفاش نمط الخدمه تاعكم، اسكو في لو سيرفيس هذا لازم تكون عندك ايدي كيفاش يعني تلم كل هذه الافكار. الامر بسيط من خلال انك تكون عندك ايدي تطلع على ماذا، تطلع على المؤسسات كيف يخدموا، تسقسي ماشي شرط يعني سقسي الناس اللي خدمت من قبل. كاين واحد كيما ادخل لينكدين تشوف النمط كيف ماشي دي فوا في لينكدين يهضروا على قصص وتجارب شخصيه راح تستفيد منها. نتوما ماذا بيكم ايضا تكونوا على وتر وتبحثوا، يعني دوك البحث عاد موجود، يعني تقدر باش نقولوا يعني ما كانش ولا كما نقولوا لا يعذر صاحبه. دونك لازمكم يعني تبحثوا حول هذه المؤسسه وتشوفوا يعني على الاقل واش هما لي كيستيون اللي قادرين يطيحوا، اسكو كاين دي كيستيون داخلين يعني في الكوتي تاع الشخصي تاع الشخص نتاعك، باسكو كاينين دي كيستيون يديروهم سيلون لا بيرسوناليتي تاعك، يديروهم لك اكسبري جون تحس روحك في تمثيليه هما جوست برك باش يديكوفريو اسكو انت من لو جون نيرفو او بيان. اكيد احنا ما نقولوش انك تسكت على بعض التجاوزات، لكن حبذا لو انك تكون يعني مرن وهادئ، يعني تكون عارف كيفاش تهضر، وفي لافا يعني حاجه ما يبحث اذا شفت باللي كاين معامله ما عجبتكش ولا الانسان كومام يعني ماهوش ملزم انه يروح لبلاصه مش حيتهنى فيها، لانه العمل لو بوت تاعو من الاساس انه نكونوا هانيين وفرحانين ونعيشوا يعني براحه نفسيه كبيره. سما اول حاجه لازم دير ان سي في يكون متكامل كما راكم تشوفوا هنا. الاسم واللقب هاو باين هو اللي يجي في المقدمه في راس الصفحه. عندك بعدها دير المسمى الوظيفي تاعك، ديرك باغي خير مسمى وظيفي واحد يكون واضح ايتو. بعدها زيد دير المعلومات الخاصه الشخصيه الخاصه بك، يعني سواء هنا ما ديرش يعني الحي نتاعك ولا دير جوست اكتفي بالولايه نتاعك والبلد فقط. تزيد لها الايميل، وعندك ايضا رقم الهاتف يكون ماذا بكم بالكود تاع الجزائر 213. وعندك ايضا من الناس اللي عندهم بروفايل لينكدين حطوه، ماذا بكم تحطوه. علاش؟ باسكو بزاف اللي عادوا ريكروتيو به انطلاقا منه يضربوا طله ويشوفوا ابري، لانه لينكدين عاد كواجهه. الناس تقول لك السوشيال ميديا مش مهمه، السوشيال ميديا من ضمنها لينكدين، خاصه لينكدين لانه مش حاجه شخصيه راهي حاجه مهنيه. يقدر يعرف نقاط القوه والضعف نتاعك انطلاقا من لينكدين. برك البروفايل تاعك يشوف ابري كيفاش، باسكو كاين ناس تقول لك مش مهمه الصوره البانر بلوتو الهيدلاين، هذو كانوا مهمين لانهم يعطوا انطباع بانك مهتم، انك شخص ملتزم راك باغي تقدم. ممكن هذا الجانب في بعض المهن لا يهم، لكن كاين بعض المهن اللي تتطلب انك تكون عندك نوع من الانضباط، من حتى في انك تعمر الفراغات في البروفايل تاعك. يعني الجانب هذا يجي بيزار مي فريمون راهو حقيقي. ايضا ناخذ بعدها السمري اللي يجي من فوق، هذاك الملخص. هذاك الملخص خاصه الناس اللي عندهم سنوات الخبره وضحوها مع الاول بعد مع الديبي مع تقولوا بسم الله حطوا سنوات الخبره واضحه. بالنسبه للاشخاص اللي يعني طلبه متخرجين حديثا من الجامعه جدد يعني ما عندهمش خبره واضحه، يقدروا يبداو بالمؤهل العلمي، يحطوا المؤهل العلمي تاعهم، يحطوا ليسانس الماستر هو المهم. بالنسبه اللي ما عندهمش يعني ماستر يقدروا يكتفيوا بالباك
ليسونس كلاس. عندك ثاني بالنسبه اللي يكونوا ماجور دو برومو، حطوا بلي راكم ماجور دو برومو، وضحوا المعدل تاعكم اذا كان يعني ديتوه ممتاز ولا جيد جدا ولا، حطوا وضحوا الامر هذا. اوسي كاين البعض يعني اللي عندهم داروا هي بلوتو قبل خاصه الطلبه الجدد، بلوتو الطلبه متخرجين حديثا من الجامعه. عندكم واحد النقطه، شفتوا لي ستاج اللي درتوهم؟ كاين بعض يديروا دو ستاج، كاين اللي دار ستاج. قلنا نبداو بالمؤهل العلمي، بعدها في الورك اكسبيرينس، في الخبره المهنيه حطوا لي ستاج نتاعكم. كاين البعض يقول لك كيفاش هي تعتبر خبره مهنيه؟ خدمت في اطار مؤسسه، لا بغى 15 يوم لا بغى، انت لازمك تحط الحاجه اللي درتها، لانه ماكش في موضوع رفاهيه، ما عندكش يعني خبرات اخرى اللي تقدر تغطي وماكش محتم تزيدها، لا زيدها، اسمها تندرج ضمن الخبره المهنيه تاعك. اوسي للناس اللي يخدموا في الفولونتاريا، يخدموا بزاف التطوع، الاعمال الخيريه مع الجمعيات الثقافيه، الجمعيات الخيريه، حطوهم سواء يعني ضمن الانشطه التطوعيه، ولا اللي يحب يعني يشوفها باللي راهي تعتبر ضمن اطار خبره مهنيه معينه، يعني يطول في هذاك الجمعيه وخدم حوايج بزاف، لا دوك الامر هذا يرجع لكم. ليسونسيال حطوا هذو الحوايج مهمه. ايضا بالنسبه للاتشيفمنتس اللي هي قسم الانجازات، كاين البعض ربي يبارك ما شاء الله يعني عندهم انجازات، داروا مسابقات، داروا حوايج، خدموا تطبيق، وضعوا هذو الحوايج. هي وثاني باش ما ننساش، كاين بعض فريلانسرز يديروا يخدموا اونلاين، هادو تاني حطوا الخدمه تاعكم اونلاين ضمن الخبره المهنيه. نجيو بعدها السيرتيفيكيشنز، كاين بعض عندهم شهادات ربي يبارك بزاف، ركزوا تاني على الشهادات، ماذا بك يعني اذا كنت طالب جديد وعندك شهادات من دير الاديوكيشن، وبعدها مباشره ديروا راها لي سيرتيفيكا اللي عندك، باسكو عندك يعني لي ديبلوم ومنها ماذا بك حطوا الحوايج اللي درتوها. ايضا سكيلز، المهارات ديروها يعني حطوها، بصح حبذا لو انكم تذكروا المهارات التقنيه. شوفوا عندنا اللينه وعندنا التقنيه، اللينه هذيك تاع مثلا نروح العمل مع الفريق والتواصل الحسن، هذيك كامل يديروها، مي دركا واش عندو يركزوا على الخدمه باللوجيسيال، يعني الحوايج التطبيقات ولا المواقع ولا صديقهم ولا المهم اللي تخدموا بهم اللي يقدروا يساعدوا، خاصه الاكسل يعني المتقدم راهو مطلوب بقوه، بريسك يعني المجالات كامل يحتاجوه، الناس اللي تخدم بالكوتي تاع في الاداره ولا في اي يحتاجوه. دونك ماذا بكم ما يبانلكمش صعيب، لانه ماهوش صعيب، جوست برك شيء لازمك تدرب. بيان سور حنا ما ندربوش يعني ما نخدموش بزاف فيه، من بعد ريكلامي نقولوا صعيب، حاجه ما صعيبه، وشي برك لازمنا الواحد يحط راسه، وخاصه كي تعود انت جديد في المجال، راك متحفز، راك حاب متحمس اصلا يعني تدخل تخدم في لو بوست اللي راك باغي، دونك دير بالك الجانب هذا. وماذا بك كاين حتى تخيلوا كاين حتى اللي يخدموا فريلانس يديروا كيفاش يقولوا لها يعني ادخال البيانات، جو كوا يعمروا يسمى ينسيريو في الاكسل انطلاقا من جوسف، يعني كاين اللي يديرهم في الجوجل فورمز، من بعد ينسيريها. هذه المرحله يعني كما نقولوا الخطوه الصغيره، كاين الناس تستدعي انك تخدم لها، كاين عباد ما يعرفوش يحولوا الوورد البي دي اف. شفتوا هادو كاين دي فريلانسرز يجبدوا هاد الحوايج ويركزوا عليها. وبالنسبه لا فوتو اللي ديما يعني بوزيو لا كيستيون عليها، لا فوتو في السي في، شوفوا كاين انواع، كاين لو سي في اتيس، لو سي في اتيس ما دير حتى فوتو، ما تدورش غير بلي فوتو والو. السي في اتيس اللي حتبعثوا للمؤسسات خارج الجزائر، سواء في دول الخليج ولا دول اوروبيه ولا كندا ولا في اليو اس اي، ما تبعثش نهائيا لا فوتو. جوست كاين في الاوروباس يدومونديو لا فوتو، يعني الاوروباس هي الدول الاوروبيه، كاين فيهم المؤسسات الكبيره تاعهم تخدم بالاتي اس كما ذكرت لكم سي في اتي اس، وكاين بعض المؤسسات اللي ما تلتاش بالاتي اس، ما قيسها نورمال، عندها مترشحين خفاف ماهمش بزاف، لانه الاتي اس يخدموا المؤسسات الكبيره اللي تجيها العروض بزاف يعني ديباسي المئات، هنا ما يقدروش يفلتريو ويفيريفيو لي سي في بموضوعيه، يستعينوا بالاتي اس هذا. مي كاين البعض عادي جدا كيما الاوروباس نورمال يقدر دير لا فوتو، لانها هما يدومونديوها يعني يشوفوها نيسيسير. في لي سي في الجزائر دير لا فوتو، يعني انا شفت في لينكدين بامال دو فوا يعني نتابع الاتش ار، الناس اللي تريكروتي سواء يعني المؤسسات، هي جينيرالمون المؤسسات الخاصه يدومونديو ديما لا فوتو يدومونديوها.
الاعتبارات كثيره، يسمى لا فوتو مرات. شوفوا احنا صح اكيد يقول لك لا فوتو راهي كي ما تعودش كاينه، تكون كاينه موضوعيه اكثر، مش تكوني مرات لا فوتو تعطي بعض الانطباع. ما نقولكش الشكل مهم، ماشي نهضروا على الشكل، وانما هذاك الاحساس يجيك من الشخص. مرات تشوف فوتو تاعك ترتاح له، تحس فريمون بلي هذاك الانسان يبان شويه يليق لهذاك لو بوست. وكاين مرات تحس كاين عباد ما يليقوش لو بوست هذاك. ايضا باش تكونوا تاخذوا بعين الاعتبار انه كاين دي بوست يستدعيوا انهم يعتمدوا المظهر، كيما الشخص مثلا يحتاجوا وحده في الاستقبال ولا واحد في الاستقبال، هنا دو بريفيرونس يكون عندهم مظهر ملائم مريح، انه العبد كي يدخل يقدر يجاوب معاه، تكون عنده نوع من البشاشه. ايضا لازم تحضروا مقابلات بلوتو اسئله المقابله، يعني كاين دي كيستيون سبيسيالمون شوفوا كاين انواع في الكيستيون اللي بوزيوها لكم، الاسئله اللي باينه خاصه بالتخصص هذه واضحه. هنا دو بريفيرونس انك كيفاش تقدر تعرف الاسئله الخاصه بالتخصص نتاعك. درك حاليا عدنا نستعينوا بالاي اي، عادي سهل المهمه هذه، تقدر تروح تسقسي الاي اي فوالا نبحث على الاسئله اللي راهي حاليا راهم يعني يبوزيوها في المؤسسات الجزائريه، حتمد لك لانه الاي اي عنده بيانات معينه اللي تسمح لك انك تتعرف على هذه الاسئله. اسئله نقولوا فرضا ماكش حاب تستعين بالاي اي، تقدر تروح يعني تبوزي لا كيستيون هذه في لينكدين، تقول لهم حبذا لو انكم تفيدوني وش هي الاسئله اللي تقدر لينكدين يقدروا يمدوا. كاين البعض يعني خاصه اذا عندك لي كونيكسيون بزاف يقدروا فاسيلمون يجاوبوك. ميم اللي ماشي نقولوا في لينكدين، بغيت في الفيسبوك، كاين فيسبوك بزاف يعني لي جروبات اللي خاصه بالتوظيف وبالتحضيرات وبلي تروك هادو، وتقدر تبوزي لا كيستيون تاعك، وكاين الناس الخير اللي يقدروا يعاونوك في هذا الشان. يعني وين كما نقولوا وين جينيرالمون هما الاسئله ماهمش حيكونوا حاجه كبيره هذيك اللي ما تقدرش تجاوب عليها، الحوايج بازيك اللي في التخصص نتاعك. انا نشفى هذاك الوقت بحكم اني في لو دومين اغرواليمونتير قبل في تخصصي الاول، كانوا يبوزيو لنا لا كيستيون على الباستوريزاسيون ستيريليزاسيون، سو سون دي تروك يعني اللي باينه قريناهم في الدومين تاعنا اللي هو لاغرواليمونتير. دونك ماهمش هذيك الحاجه اللي ولا على لي بوزوين انرجيتيك دان انديفيدو، هذو كامله في الدومين تاعنا. ايبا لازم تكون عندنا اون ايدي ونريبونديو عليهم. نفس الشيء بالنسبه للكوتي تاع تخصص تاع علم النفس اللي جينيرالمون كيما انا في التخصص الثاني يقدروا يخدموا في الكوتي تاع الاتش ار، حيبوزيو عليهم دي كيستيون اللي تخص المجال نتاعهم. دونك كل مجال عنده لي كيستيون. كاين اسئله يعني تعريفيه تعرف فيها بنفسك، يسقسوك يقولوا لك تفضل عرفنا بنفسك، ولا يقول لك اسكو عندك ليكسبيريونس من باش انت واش ديت باش تبدا تهضر فوالا انا فلان. هنا ماذا بك تحب تعرف بنفسك، ماشي تحكي لهم قصه حياتك وتقول فوالا وانا بديت، وما تبداش هذيك الكوتي تاع اللوم والشكوى والبلاد، ما تجبدش خلا الامور هذه. الاسئله اللي هما الاسئله السلوكيه واش معناها؟ سما يبوزيو عليك يمدوا لك كيسيون يقولوا لك فوالا احكي لنا على موقف صرا لك فيه مثلا هكذا وهكذا، كيف قدرت يعني تجاوب في الموقف هذا، ولا حتى ينفونطيو لك هما موقف يقولوا لك ايماجيني كنت في مشكل فلاني وهذاك المسؤول تاعك قال لك واش دير. هما يشوفوا السلوك تاعك، بناء على السلوك تاعك راح يفهموا اسكو انت تقدر توالم البوست تاعهم ولا لا. هنا ما كانش اجابه صحيحه وغلطه، اجابه حسب الصحيحه هي اللي راهم باغيين يسمعوها. انت عادي جاوب بالشيء اللي تعرفوا. كاين ايضا اسئله طموح، يعني شوفوا الدافع نتاعك. كاين اسئله على الراتب، راه العديد يعني اذا تحبوا تفاصيل اكثر بهذا الخصوص قولوا لي في التعليقات، نجهز لكم PDF ولا باش نقدمه لكم. تواصلوا معي فقط على الواتساب ورايحين نتدرسوا الموضوع. تطوير المهارات حسب السوق والوظيفه. اسمها احنا حاليا ماذا بينا ماناش قبل سنوات، كانوا قبل سنوات عادي يتعلم مهاره فريده لوجيسيال فريد ويخدم به عادي جدا مدى الحياه. درك حاليا رانا في عصر التسارع، اليوم تظهر سيستم جديد اللي بعده يظهر سيستم اجدد منه احدث منه. دونك الفو فيغ اتونسيون في الجانب هذا، تعلموا المهارات ديما بطريقه دائما يكون عندكم مهاره التعلم المستمر، توجور جديد. ممكن الامر هذا البعض اللي يحبوا الاستقرار يسبب لهم نوع من التشتت، ما يعجبهمش الحال، نوع من المقاومه. عادي جدا تقدروا يعني تنتقلوا بهدوء. فوالا هاني تعلمت هذا اللوجيسيال، بعدها يظهر سيدي اليوم تعلمت اكسل، غدوه باور بي اي،
باش نزيد نشوف دومين واحد اخر. هنا واش رايح ندير؟ راني نحاول اني ننتقل بسلاسه. ثم اليوم نتعلم مهاره فلانيه اوتوماتيكمون. وكيفاش دوك كاين بعض يسالك يقول لك كيفاش نقدر نعرف ان المهارات اللي راح تكون من بعد ولا. هنا استعينوا بالذكاء الاصطناعي راح يعاونكم في هذا الشان. راهو كان ثمين لانه ممكن راك رايح تلقى الاجوبه لما تسال، مي مرات دي فوا ما تلقاش لي ريبونس في اللحظه هذيك اللي راك باغي دير فيها الاكشن. دونك واش دير؟ ماذا بك روح الذكاء الاصطناعي وبوزي له لا كيسيون. فوالا راني نبحث على المهارات في المجال نتاعي من على 4 سنين اللي رايحه تكون رائجه بزاف، وماذا بك اذكر له المهارات نتاعي لا بلوتو الرائجه على المستوى العالمي والرائجه على المستوى الجزائري، لانه كاين اختلافه فهمتوا، لانه كل بلد وعنده السيستم نتاعو. انت ركز فوالا اذا كنت فريلانسر وباغي يعني تخدم مع عملاء اجانب، هنا دو بريفيرونس انه تكون عندك المهارات اللي تساعدك باش تخدم مع العملاء الاجانب. اذا انت راك ميم فريلانسر ولا بغيت ان بوست هنا في الجزائر ولا ايضا راح يقترح لك المهارات اللي تساعدك باش تروح لبعيد هنايا في البلد نتاعك.